السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الشتاء بقى خلاص دخلت علينا كده والجو سقع معانا، وعايزين مشروبات كده دافية تدفينا وتدفي اولادنا وفي نفس الوقت تكون مفيدة جدا. هنعمل مع بعض النهاردة الحلبسة او حمص الشام بكل سهولة، احلى من بتاع الشارع كتير. تعالوا كده قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا ما تنسوش بقى سبسكرايب للقناة ولايك وشير للفيديو. انا هنا معايا ربع كيلو من الحمص، نقعيه قبلها بليلة. تمام، لو هتعمليه بالليل انقعيه الصبح، لو هتعمليه الصبح انقعيه قبليها بالليلة. معايا هنا معلقة صغيرة من الثوم المهروس، وطماطميتين مضروبين في الخلاط ومصفياهم. تمام، والتوابل بقى بتاعتك ملح وكمون وشطة، ما بتحطيش اكتر من كده. في مية بقى بتغلي هتنزلي الحمص بتاعك يغلي غلوة كده، هتعمليه معاملة اللحمة. هتشيلي الريمة بتاعته وبعد كده نضيف عليه الإضافات. أول كده ما يغلي هنلاقي فيه ريمة، هنشيلها كده ببساطة. وبعد كده هنضيف عليه الطماطم بقى وفص الثوم المهروس والبهارات بتاعتك. الملح خليه في الآخر علشان تتأكدي من سوى الحمص. هو الحمص كده طالما انتي نقعاه ليلة كاملة مش هيقعد معاكي اكتر من ربع ساعة على النار، بالظبط ربع ساعة بالظبط وهتلاقيه استوى وزي الفل. انا قاعد معايا ربع ساعة بالظبط على النار، ما خدش اي وقت خالص، وهتاكلي احلى حمص الشام. هنا حطينا التوابل بتاعتنا وحطينا الطماطم والثوم، وهنسيبهم بقى يغلوا كده مع بعضيهم وياخدوا يدوا كده مع بعض، وهيغلوا غلوة ووطي بقى عليهم. بصوا بعمله فعلا معاملة اللحمة، وغطي عليه واسيبه بقى يستوي براحته. هو ربع ساعة بالظبط، مش هياخد اكتر من كده لو نقعتيه، لكن لو ما نقعتيهوش بياخد طبعا وقت كتير جدا على النار، وبتحسيه الحمصية نفسها كده مقددة ناشفة يعني مهما تستوي. لكن لما تنقعيه كده بيبقى خطير. بصوا كده بوريكم ان هو خلاص استوى، ما بياخدش وقت خالص. بتقدميه بقى، تعصري عليه ليمون للي حابب، شطة للي حابب، بس طبعا بالليمون احلى كتير كتير، وحبة الشطة دول بقى حكاية. الف هنا، ويا ريت تجربوها بالطريقة دي، وما تنسوش سبسكرايب للقناة ولايك وشير للفيديو.